لكن هل من حق الأحزاب أن يلجها الأطفال القاصرين؟ حنا عندنا في الملف الذي نملكه صور واللي نشرها حتى المواقع ديال هذه الحركة الدعوية ظاهرا والسياسية عمقا. عندنا ما يثبت أنهم بطقوا في المدارس أطفال قاصرين. لهذا استنكرنا هذا الأسلوب في العمل. إذن هي عملية مقصودة هما هذا الشيء مخالفة صريحة للقانون وعلى النيابات ديال التعليم في المغرب كاملة ومدراء يتحملوا مسؤوليتهم. هل مسموح للاتحاد الاشتراكي أو لأي حزب في المغرب أن يلج إليه الأطفال؟ هؤلاء حركة سياسية تحت غطاء دعوي. لم يحدث أن أعلنت على موقف سياسي إلا وأجابني هؤلاء، أجابتني حركة التوحيد والإصلاح، في حين أن المفروض أن يجيبني حزب العدالة والتنمية. إذن هي حركة سياسية في النهاية، ولا يستقيم أن تكون معها شراكات للاستفادة من فضاءات التعليم. يعني جوج ديال الاسئله مركزين. وغير واحد تبارك الله نمشيو راه حنا جايين حاجه اخرى. السؤال الاول سي ادريس هو التعيين ديال كرئيس الشرف للمهرجان الافريقي في اكادير، يعني الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي يترأس مهرجانا يعني في اكادير. واش هذا التعيين ما كانش عنده خلفيه سياسيه؟ بالعكس، هذا مهرجان توقف لسنين طويلة. مبادرة دعمه كانت من طرف مجموعة من الفعاليات من ضمنها إخوان الاتحاديين سعوا في هذه الانطلاقة باش تكون شي رئاسة شرفية حتى رسمية، لكن ما حضرش هذا الهم. مع كامل الأسف الإفريقي لا يحضر هذا الهم عند هؤلاء، ولذلك اعتبرنا أن من المسؤولية فقط أنا جيت لهذه الجلسة فقط وباش ولكن اختيار شخصية سياسية من طبيعة الحال هذه القراءة واردة، ماشي واخا انتم وهي قراءة واردة. هذا رأيك؟ لا ماشي رأيي، غير واردة. هذا رأيك. لا تقل على لساني ما تريد أن تقول. لا أنا أقول هذا رأيك وخليني نسمع سؤال آخر. التنسيق ما بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، التنسيق ما بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي على مستوى الأقاليم خاصة في مدينة أكادير، كيفاش كتنظروا لهذا التنسيق وخاصة أن الاتحاد الاشتراكي هو اللي مسيطر على المجلس البلدي في مدينة أكادير؟ ما مسيطرش. حنا تنستعملوا مفردات يعني فيها العنف بزاف وفيها القوة وفيها. لنقول أن الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية يسير أن امتداداته من 76 إلى اليوم تجعله يعني الحزب الوحيد يمكن في المغرب يستمر في شي منطقة بهذا، وهذا تدل على الثقة ديال سواسة. التنسيق يتعلق بالتنسيق ماشي فعل جديد في حياة الحزب. المرشح المشترك اللي غادي يحدد واش مرشح مشترك ولا غير مشترك هو طبيعة نمط الاقتراع. إذا كان نمط الاقتراع أحادي لما لا؟ يمكن يكون التنسيق غادي يبدا غدا ان شاء الله. مولاي يعقوب غادي يترشحوا الاستقلاليين بدعم الاتحاد، ها هو غادي يبدا غدا في مجلس النواب. التنسيق هو اننا سندعم مرشح المعارضه كريم غلاب ولن ندعم مرشح الاغلبيه. اذا طبيعي خص السياسه في البلاد تكون بهذا الوضوح. ذاك الروينه اللي كانت ها واحد في الاغلبيه ومع المعارضه وكذا، هذاك الشيء تيبخس العمل السياسي في المغرب فهمتوا، وما تيخليش. سؤال اخير اذا سمحت لي استاذ دوله الشجر، ربما قبل الاخير باش